اهلا بيكم يا حبايب محمود جمال في حلقه جديده من حلقات المونديال. متنساش اعمل لايك، اعمل شير، اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس. والحديث عن لقاء فوز ايران على ويلز 2-0 وفوز السنغال على قطر 3-1. هنتكلم عن اللقاءين بشكل جدي كده. هنتكلم عن ماتش ايران ويلز اللي امتد ل 11 دقيقه بعد الدقيقه 90. دي حاجه يا جماعه، يعني في كاس العالم القانون ان اي حاجه بتحسب. لو انت لعبت رمية التماس وغابت ثانيتين، الثانيتين بيتحسبوا. لو انت عملت الضربه الركنيه وغاب 3 دقائق، 3 دقائق بيتحسبوا. عشان كده تلاقي كاس العالم السنه دي بيتحسب 11 دقيقه وقت بدل ضايع و9 دقائق وقت بدل ضايع. استطاع ايران بقياده كارلوس كيروش الانتصار على اصحاب جاريث بيل وارون رمزي ورفاقهم. طبعا الاعتماد على 4-3-3 والثلاثه الدبل فيفوت اللي بيلعب بيهم كارلوس كيروش، اللي كان بيعملها مع منتخب مصر بيعملها مع ايران. مهدي تريم النهارده كان ممتاز جدا، ومنتخب ايران بالاراده والعزيمه استطاعوا ان يفوزوا على اصدقاء جاريث بيل. طبعا الحارس الويلزي تم طرده في الدقيقه 86 بسبب تدخل غشيم على مهاجم منتخب ايران. منتخب ايران بيحيي اماله في المجموعه بعد هزيمه قاسيه من منتخب انجلترا 6-2. عاد وفاز على منتخب ويلز. المجموعه دي اوراقها بتتبعثر شيئا ما، لكن مبروك لايران، هارد لك لجاريث بيل ورفاقه. نروح المباراه الثانيه وهي خيبه امل منتخب قطر والهزيمه منتخب اصول الترنجة 3-1 بقياده الي سيسي وقياده اسماعيل صار ورفاقه امام المعز علي واكرم عفيف. منتخب قطر المره دي كان يعني مستواه جيد نوعا ما، لكن خبره منتخب السنغال استطاعت انها تفوز ب3 اهداف مقابل هدف وحيد لمحمد تراوري. لكن اعتقد ان منتخب قطر داخل ضيف شرف يكتسب خبره امام منتخبات مجموعه كانت صعبه عليه، منتخبات كلها لعبت كاس عالم قبل كده. اتمنى التوفيق منتخب قطر في اي بطوله قادمه، لان ما اعتقدش ان هو بيصعد كاس عالم اصلا. هي المره الوحيده اللي صعد فيها كاس عالم كمنظم للبطوله. منتخب السنغال بيحيي اماله بيفوز ب3 اهداف مقابل هدف. اليوسي بدا المباراه ب 4-3-2-1 اللي هي 4-4-2 في حاله الهجوم، 4-3-3 في حاله الدفاع، والاعتماد على اللياقه البدنيه القويه جدا اللي بيمتلكها منتخب السنغال. لو اتصاب مين بتلاقي البديل بتاعه اقوى منه بدنيا وفنيا. اعتقد ان منتخب السنغال هيكمل وهيصعد دور ال 16. وفي اخر الكلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.